بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين وصحبه الميامين ومن والاه. تمر على المؤمن بلايا ومحن وشدائد كثيرة، فهل هذا يعني أن الله تعالى ساخط على هذا المؤمن؟ لأن المؤمن لعله يتفكر ويقول: إني ممن يمتثل لأوامر الله تعالى وممن ينتهي عما نهاني الله عنه، فلماذا أنا في بلاء متجدد ومتكرر؟ هل هذا يعني أن الله سبحانه وتعالى غير راض علي؟ سنثبت إن شاء الله أن البلاء الذي يمر بالمؤمن هو دليل على أن الله سبحانه وتعالى يحب هذا المؤمن، وإن أحب الله أحدا فهنيئا له. روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في وصيته لأبي ذر: يا أبا ذر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وما أصبح فيها مؤمن إلا حزينا، فكيف لا يحزن المؤمن وقد أوعده الله جل ثناؤه أنه وارد جهنم ولم يعده أنه صادر عنها، وليلقين أمراضا ومصيبات وأمورا تغيظه. أرجو أن تلتفتوا جيدا أيها الأحبة. النبي صلى الله عليه وآله يصف حال المؤمنين ويقول: وليلقين أمراضا ومصيبات وأمورا تغيظه وليظلمن فلا ينتصر، ثم يقول: يبتغي ثوابا من الله تعالى. هذا هو تكليف المؤمن، أن ينوي البلاء الذي يمر به قربة إلى الله تعالى. يبتغي ثوابا من الله، فما يزال فيها حزينا حتى يفارقها، فإذا فارقها أفضى إلى الراحة والكرامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله في هذا الحديث يبين أن حال المؤمن هو ملاقاة الأمراض والمصيبات والأمور التي تغيظه، وليس ذلك دليلا على أن الله سبحانه وتعالى ساخط عليه. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يمتحن المؤمن دائما ليزيد في إيمانه. حديث آخر: روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: فإذا أحب الله عبدا ابتلاه بعظيم البلاء. صدق رسول الله. وقال رسول الله في حديث آخر صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله تعالى: يا داود، قل لعبادي يا عبادي من لم يرض بقضائي ولم يشكر نعمائي ولم يصبر على بلائي فليطلب ربا سواي. وقال الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لم يؤمن الله المؤمن من هزاهز الدنيا، ولكنه آمنه من العمي فيها والشقاء في الآخرة. وروي عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إن البلاء للظالم أدب، وللمؤمن امتحان، وللأنبياء درجة، وللأولياء كرامة. وروي عن الإمام الصادق صلوات الله عليه: البلاء زين للمؤمن وكرامة لمن عقل. صدقوا ساداتي وموالي محمد وآل محمد. إذن عرفنا أيها الأحبة من هذه الأحاديث الشريفة أن البلاء الذي يمر بالمؤمن ليس دليل على أن الله سبحانه وتعالى ساخط عليه، بل هو دليل على أن الله سبحانه وتعالى يحب ذلك المؤمن. فعلى المؤمن أن يسعد ويهنأ ويتخذ من البلاء الذي يمر به طريقا إلى الله سبحانه وتعالى، لأن المؤمن يزداد إيمانه وترتفع درجاته بالبلاء. بقي أن نعرف ما هي وظيفة المؤمن إن مر بالبلاء. وظيفته أن يشكر الله سبحانه وتعالى ويعمد إلى الطرق
التي تمنحه الطمأنينة والسكينة والراحة وتساعده على تحمل البلاء. من الأمور التي تساعد المؤمن على تحمل البلاء وتمنحه الطمأنينة والسكينة وإن كان في أشد المحن هي أولا كثرة الصلاة، وأخص بالذكر صلاة الليل، وقراءة القرآن، والدعاء، والاستغفار، والصدقة، وزيارة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذه من الأمور التي تساعد الإنسان على تحمل البلاء. إلى هنا ينتهي بنا اللقاء، انتظرونا إن شاء الله في لقاءات أخرى. أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.